السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم الكينج أريوس في هذا الفيديو الجديد، حتى نشرح فيه المستجدات يا إخواني كما عودتكم دائما. حبيتكم يا إخواني فقط تتعرفوا على الدورة التعليمية اللي راني نعمل فيها، اللي راهي حاليا يا إخواني راهي بتخفيض 50% حاليا. السعر نتاعها هو $400 فقط. هذا هو سعر الدورة. المحاور الخاصة بالدورة يا إخواني كما على بالكم، ونشرت عدة مرات على هذا الشيء. يا إخواني، محتويات الدورة هو بناء وتطوير مواقع الويب من الأساسيات إلى المشاريع الاحترافية باستخدام أحدث التقنيات، وهذا هو المحور الأول يا إخواني، وراني نشتغل عليه حاليا. درك راني نشتغل عليه. بعدين راح ننتقل إلى المحور الثاني، وهو برمجة تطبيقات الويب، أنظمة ديناميكية، لوحات تحكم وربط قواعد البيانات. كذلك هذا المحور راني حاولت اني نربطهم مع بعض ونديرهم في محور واحد، لانه هذا محور قوي جدا يا اخواني. راح يخليك انك تبني السلطة الخاصة بك على الانترنت وتواجدك على الانترنت بصفة قوية جدا يا اخواني. لذلك راح ننتقل إلى المحور الثالث، هذا هو المحور الثالث، وهو تطوير تطبيقات الأندرويد، إنشاء تطبيقات عملية قابلة للنشر والربح. كفاية أنك تنشر تطبيقات الأندرويد، تخدم لي زابليكاسيون تاعك كامل، بحيث أنه هذا التطبيقات تكون مرتبطة مع كذلك مرتبطة مع تطبيقات الويب الخاصة بك، وكذلك أنك تربطهم بحيث أن المنشورات تكون على الويب. المنشورات الخاصة بك اللي راهي على الويب هنا يتم تكون كواجهة. بعدين هذا راح يكون الباك اند تاعك، وبعدين راح يكون عندك لهنا هذا المحور، بحيث انك تربطهم مع بعضهم كلهم. وممكن انك ما تربطهمش مع بعضهم، بحيث انك تخلي كل شيء منفصل. هذا الشيء يبقى القرار ليك انت. بعدين راح ننتقل يا اخواني الى المحور الخاص بنا، وهو المحور الرابع. الكثير منكم راهو يحوس عليه. هذا هو المحور الرابع يا إخواني: برمجة من مؤشرات وربطات التداول عن طريق الأمكية الفايف والأمكية الأربعة، هذم الخاصين بالميتا تريدر. وكذلك ما ننسوش التريدينج فيو عن طريق الباين سكريبت، السكريبت رقم 5. سكريبت رقم 5 يا إخواني، فقط كمعلومة لكم، يوجد فقط سكريبت رقم 5. أما بالنسبة لسكريبت رقم 6 هو ظاهري، هو رقم فقط. التريدينج فيو لم تطلق أبدا السكريبت رقم 6، فقط هي طلقت رقم 5، وهذا هو ستايبل. اما السكريبت رقم 6 وهو في البيتا، معناها اي سكريبت رقم، اي بين سكريبت انديكيتور او استراتيجي او لابراري، بعدين تلقى امامه الفيرجن الخاص به 5، تقدر مباشره انك تحوله، فقط اعملها امامك، حوله الى 6 وحيشتغل معك. معناها هذا انه البين سكريبت رقم 5 هو اللي شغال، اما 6 هو تطبيق، هو خلينا نقولوا واجهه برمجيه فقط، وليس خلينا نقولوا حنايا كتسويق فقط، وليس سكريبت حقيقي. راح ننتقل إخواني بناء مجتمع تقني احترافي، إدارة التسويق وتنمية المجتمعات الرقمية الخاصة بك. راح تخدم الكوميونيتي الخاصة بك، راح هنا راح تمتلك كوميونيتي خاصة بك كاملة متكاملة يا أخي لنا، وتبقى تشتغل عليها. راح ندخل هنا التجارة الإلكترونية للمنتجات الرقمية، إنشاء تسويق بيع المنتجات الرقمية بأنظمة ديناميكية يا إخواني. لو تلاحظوا فقط يا إخواني، أنا حبيت ننتقل معكم خطوة إلى الوراء يا إخواني. هذا نوع من أنواع المنصات اللي قمت بها، وهذا منذ شهر فقط، شهر و10 أيام. العدد التوقيت الإجمالي هو 40 يوم كما راكم تلاحظوا. هذه كل الإحصائيات الخاصة بي بديتها مع الدورة التعليمية الخاصة بي اللي راني طلقتها، وراكم تلاحظوا كل شيء يا إخواني. تلاحظوا في الإحصائيات، عندي 5400 زائر في مدة شهر و10 أيام، عندي 32655 مشاهدة المتجر الخاص بي أو الموقع الخاص بي. كما راكم تلاحظوا هنا يا إخواني، كذلك عندنا شيء آخر. راح تلاحظوا هنا يا إخواني، أنا توصلت أنه 1358 تحميلة للمنتجات الرقمية الخاصة به. كما تلاحظوا الدخل الخاص به هو $895 في مدة 40 يوم فقط يا إخواني. هذه هي الدورة اللي راني نقول لكم عليها، وهذه اللي اشتغلت عليها، ولأنني أنا ماذا قمت بعمل دورة
وفي نفس الوقت مطبقها من الصفر، يعني بديتها من الصفر حتى الكل يشوف أمامه كل شيء بشفافية تامة. أنا مانيش من النوع اللي يطلق دورات يعطيك سكرين شوت على مواقعه، أو يقدر يزور المبالغ الخاصة به يعني في الأرباح وغير شيء وغير هذه الأمور، ويعلن نفسه أنه عمل دورة ودورة. لا يا أخي، أنا عملت دورة بصفر إحصائية، عملت دورة $0، وكلكم راكم تلاحظوا هنا الأرباح نتاعي اليومية، النمو الأرباح نتاعي اليومية كيفاش راهي، باش تشوفوا كل شيء. يعني لأنني بديت بصفر، والناس اللي راهي دخلت معايا في الدورة من أول يوم لاحظ كل شيء، أنه إحصائياتي كلها كانت 0 على 0. اليوم أرباح يا إخواني راهي 895. لما قلت أنا نعمل لك دورة تعليمية شاملة فيها كيفية بناء مواقع، بناء البراند الخاص ببيع المنتجات الرقمية خاصة في مجال التداول وغير ذلك، بديت كل شيء بصفر يا إخواني. اليوم راني $895 باش تشوفوا يا إخواني. عندي 1363 تحميله للمنتجات، غرض اللي تحمل المنتجات نتاعي. المجموع الخاص بهم هي 984 اوردر، يعني 984 امر شراء حملوا فيها 1363 منتج رقمي، باش تشوفوا امامكم يا اخواني هذا الاحصائيات. كذلك عندي لبناء البراند اخر، انا عندي 108 منتج فقط يا اخواني. راكم تلاحظوا عندي 108 منتج فقط. البراند الخاص بانفينيتي الجو عالمي. لو تلاحظوا هنا يا اخواني في خريطة العالم، انا وصلت لجميع دول العالم، جميع العالم راهو يدخل عندي ويحمل عادي جدا. يعني هذا الامر مش مستغرب، لانك عرفت كيفاش تبني براند قوي جدا. البراند يا اخواني يعتمد على ماذا؟ على الشفافية، ويعتمد على الثقة بينك وبين العملاء اللي راهم معك، لانه هذا امر يعني ما فيهش، يعني لازم تكون وان تظهر. البراند يحتاج انفينيتي الجو، البراند يحتاج ظهور علني لصاحب البراند يحتاج الظهور العلني للناس اللي راهم يعني من وراءه، اللي راهم ينشروا فيه، اللي راهم يسوقوا ليه. البراند لا يحتاج اسماء مستعارة، ولا يحتاج يعني هوية مجهولة حتى انك تصنع البراند، لانه الناس مش حتثق فيك نهائيا. راح ننتقلوا اخواني حتى تشوفوا فقط المواقع الخاصة بي، هذه اللي راهي لايف حاليا يا اخواني. انا عملت الموقع الخاص بالمتجر اللي تفروني وكلكم راكم تعرفوه وراكم شفتوه يا اخواني. هذا هو المتجر الخاص بي، راكم تشوفوا فيه. كذلك هذا الموقع الثاني الخاص بي يا اخواني، راكم حتى تعرفوه، هو خاص بالهوم ديكور. راكم تلاحظوا في هذا الموقع الخاص بي الثاني هو خاص بالهوم ديكور. اما المتجر الالكتروني راكم تعرفوه كامل لهنايا، يعني راكم شفتوه من قبل يا اخوان. راح ننتقل يا اخواني هنا الى فقط الى الهوم ديكور. هذا الهوم ديكور حتى يعني تكون عندكم يعني على علم ودرايه بما وش كاين لهنا. الهوم ديكور هو يرتكز يا اخواني على صفحه البنترست، لاني راني انشط عليها. هذه الصفحه يا اخواني تم يعني انعمل عليها في شهر 1 جانفي، يعني عندي 40 يوم. كذلك في ال40 يوم يا اخواني قدرت اني نوصل بالصفحه الخاصه بي الى 517 ألف مشاهدة شهرية. 517 ألف مشاهدة شهرية يا إخواني، راكم تلاحظوا لأنايا. هذا بناء البراند الخاص بي في مجال في الهوم ديكور، هوم ديكور ستايل، راكم تلاحظوا لهنا يا إخواني. كذلك ها هو الموقع اللي أراه مرتبط معه، هو هذا يا إخواني. لو تلاحظوا فيه هو الموقع هذا، راكم تلاحظوا فيه هنا في الاعلى. كذلك يا اخواني حبيت نخبركم، يعني حتى تشوفوا الاحصائيات الخاصه به. لاحظوا هنا الاحصائيات الخاصه به من 1 جانفي حتى اليوم 11 فبراير، باش تشوفوا يا اخواني بعينيكم. تقريبا اني 935 الف مشاهده يا اخواني، وعندي 664 الف يعني مستخدم راهم مهتمين بالمجال الخاص بي. لاحظوا هذا الارقام راهي كبيره جدا. في 40 يوم راح نوصل للمليون، في 40 راح نوصل للمليون هنا على البنترست، وهذا يعني شيء كبير جدا انك ممكن يعني توصل ليه. لاحظوا الترند والشارت الخاص بي للمشاهدات والتفاعلات على المنصه، يعني على حساب والبروفايل الخاص بي، حتى تشوفوا اليوم فقط عندي 28 الف مشاهده. لاحظوا 37 الف، لاحظوا هنا 54 الف، عندي 59 الف كقمه، اعلى قمه للمشاهدات بعد ما كانت هذه القمه الخاصه بي اللي تعتبر هي 32 الف تم كسرها هنا هذه القمه وكسرها هنا، وهذه كذلك تم كسر هذا القمه هنا. ولاحظوا اخواني الترند الخاص بالترند تصاعدي، لاحظوا تصاعدي، هذا في مده 40 يوما فقط يا اخواني. انا نعطيكم احصائيات 40 يوم.
كذلك يا إخواني راح نعلمكم خاصة في المحور الأول اللي رانا تكلمنا عليه هنايا، كيفية أنك يعني تمتلك بناء وتطوير مواقع الويب من الأساسيات إلى المشاريع الاحترافية باستخدام تقنيات. هذا يا إخواني شيء رهيب جدا، لأني راح نعطيكم بعض الأعمال حتى تشوفوا أني خدمت حسابي على الجيت هاب، وكذلك عملت حساب على الكلاود فلير. راكم تلاحظوا فيه هنا يا إخواني، هنا هذا خاص بانفينيتي ألجو انفينيتي ألجو من هنا، وكذلك انفينيتي ألجو من هنا، هذا على الجيت هاب، ومن هنا على الكلاود فلير. لاحظوا إخواني كم عندي من مستودع، عندي 72 مستودع تم نشر عليه في جميع المستودعات، عبارة عن مواقع ويب احترافية جدا تم نشر هذه المستودعات. يعني حتى تشوفوا فقط يا إخواني، لو نروحوا لأي كمثال هذا الكتاب فقط، يعني حتى تشوفوا كل شيء بعينكم. هذا الكتاب لاحظوا هو موضوع في المتجر الخاص به، وجميع المعلومات راهي متوفرة عليه لهنايا. كذلك لو تروح هنا فقط على السيتينجز حتى نشوفوا الصفحة ستاتيك بيج اللي راني اشتغلت عليها، نروحوا البيج هنا نضغطوا على مشاهدة الصفحة. لاحظوا يا إخواني، لاحظوا الصفحة هبوط رائعة جدا، مرتبطة كذلك بالمتجر الخاص به، فيها جميع المعلومات الخاصة بالكتاب وكذلك البيع. تقدر تبيع هذا الكتاب بطريقة يعني سهلة جدا. لاحظوا إخواني الدوكس الخاص به. طيب كذلك يا إخواني تقدروا يعني تقدر كذلك تشوف عندي هنا الروابط، وعندي هنايا الدومينات الخاصة بي، وعندي هنا التطبيقات الخاصة بي اللي راني نشرها على كذلك على الكلاود فلير. لو نلاحظوا هنا يوجد حتى هذا الكتاب في جهة أخرى. لو ندخل إلى هنا، لو نضغط هنا فقط يا إخواني راح يأخذني لنفس الصفحة ولكن بدومين آخر. لاحظوا MTL 5 Programming for Traders نقطة بعد دوت pages دوت dev، هذا صب دومين يعني قوي جدا يا إخواني، ويجيب لي زيارات شهرية إلى الموقع الخاص بي وتحميلات كذلك. لو فيه آخر يعني الناس راهي مهتمة يعني بهذا الكتاب راح يشتروه مباشرة من عندي من المتجر. كذلك لو نشوفوا نفس الكتاب نفس الصفحة على الجيت هاب، كذلك لاحظوا نفسها على الجيت هاب، ولكن هي تحت عنوان انفينيتي الجو اكاديمي جيت هاب دوت اي، وبعدين راح يجي الساب دايركتوري. لاحظوا هنا ساب دايركتوري، لكن هنا راهو الساب دومين، يعني فرق بين الساب دايركتوري والساب دومين. هذا الامر رائع جدا، لانه هنا نقدر على الجيت هاب في هذه المنطقه نقدر على الجيت هاب نقدر نشوف كل شيء، جميع الإحصائيات، جميع كل شيء الخاص يعني بحسابي، وكذلك بالريبو الخاص بي على يعني كذلك يعني هنايا على الكلاود فلير يا إخواني. كذلك لو تشوفون هنا عندي خاصية الكاستم دومين. الكاستم دومين لما نفعل الكاستم دومين راح يكون عندي كمثال نشتري دومين باسم هذا، يعني دومين باسم كمثال باسم الأمكيال، هذا راح نشتريه بعدين راح نحطه لهنا، راح يصبح يعني دومين كامل متكامل، نقدر يعني نخدم عليه، نعمل كونتينيو، بعدين راح نروح نشتريه يعني بنصف دولار او بدولار، وراح يبقى يشتغل معي هذا الموقع لمدة عام كامل. بعدين راح نجدد الدومينات فقط، يعني نجدد الدومين الخاص به وفقط. أنتم إخواني راح نرجع هنا فقط إلى الكانفا حتى نكملون هنايا. التجارة الإلكترونية كذلك بالنسبة للناس اللي عندها عجز بالمنتجات الرقمية وما عرفتش منين تجيب المنتجات الرقمية، لما تدخل الدورة الخاص بي يا أخي راح نعطيك يعني حتتوفر بين إيديك 200 ألف منتج رقمي عالي القيمة، خاصة في مجال التداول من المؤشرات مفتوحة المصدر الخاصة بالتريدينج فيو، كذلك الخاصة بماذا بالميتا تريدر 4 والميتا تريدر 5. تقدر تعدل عليهم، تقدر تعمل مشاريع، تقدر تنشرهم للبيع، تبيعهم في جميع يعني الدول العالم بكل اريحيه يا اخي. احتراف ادوات الذكاء الاصطناعي، تسريع الانتاج، صناعه المحتوى، البرمجه والتحليل باستخدام الذكاء الاصطناعي، وهذا الشيء نفسه اللي راني نشتغل فيه انا يا ذوق حاليا عن طريق يعني ادوات موديلات الذكاء الاصطناعي.
بطريقة قوية جدا. بعدين يا إخواني راح ننتقل بعد ما نكمل هذه كل المحاور، راح ننتقل إلى ماذا؟ أجمدة نظام الأنظمة كليا، ربط كل ما سبق في نظام واحد يعمل تلقائيا ويوفر الوقت والجهد. يعني بعد ما نوصلوا هذا المحور نكونوا عرفنا كل شيء بما يهم التقنية، وكذلك راح تتوضح أمامك الفكرة، بحيث أنه راح نستغلوا على سيرفرات خاصة بنا، على السيرفرات الخاصة بنا. هذه السيرفرات راح تقوم عن طريق الأتممة بعمل كل شيء لوحدها، يعني لوحدها تتحكم في كل شيء، تتحكم في المبيعات نتاعك، تتحكم في التسويق، تتحكم في وسائل التواصل الاجتماعي، تتحكم في الكوميونيتي الخاصة بك، سواء كانت الكوميونيتي الخاصة بك هنا يعني على الانترنت، يعني مثل ما عملت انا انفينيتي الجو اكاديمي دوت نت كوميونيتي، او الكوميونيتي الخاصة بك على التليجرام او على الديسكورد او على الواتساب او على الفيسبوك، كلها راح تتحكم في النشر، في التسويق، في رد التعليقات على الناس عن طريق الايجنت. كل شيء راح يكون عن طريق الايجنت يا اخوان. فهمتوا هذا؟ نتمنى انه هذا يعني المحاور قد فهمتوها. صدقوني يا اخواني، محور واحد فقط، المحور واحد فقط ضرب حرير في الاسواق الجزائريه، محور واحد فقط للحصه الواحده، راهم يبيعوا فيها ب 10 ملايين للحصه الواحده. ومش راح يعلمك كما راح نعلمك انا، لانه هذا المعلومات وهذا الامور اللي راح نقدمها عندي 40 يوم وما قدرتش نوفي حق محور واحد. تخيلوا الناس راهي تبيع فيها يعني في يوم واحد يعطيك الاساسيات، السلام عليكم، يقول لك ب 10 ملايين وخلاص، يعني يغلق عليك الباب والله ما يزيد يريبوند عليك وما يزيد يهز عليك التليفون. انا وفرت هاد 8 محاور كلهم يعني بتقريبا ب 50 دولار لكل محور، تقريبا ب 50 دولار لكل محور. المجموع كله هو 400 دولار كتخفيض 50% يا إخواني. اغتنموا الفرصة يا إخواني، هذا الدورة راهي كبيرة بالبزاف. صدقوني اللي ما يغتنمش الفرصة راهو ضيع أمر كبير جدا، أمر كبير جدا راهو ضيعه في مجال يعني التجارة الإلكترونية خاصة، وفي مجال بيع المنتجات الرقمية الخاص بك، خاصة إذا كنت أنت مهتم بمجال التداول، تريدينج فيو والميتا تريدر، كيفية بناء منتجاتك الرقمية من الصفر وباحتراف، بحيث أنك تدخل السوق وتحتل السوق بمنتجاتك وحدك وتبيعهم على المواقع الخاصة بك، وتعمل الهوست الخاص بك على التريدينج فيو، وتستقطب يعني جميع الناس وجميع العملاء الخاصين بك باشتراكات شهرية التي لا يعني ممكن الحد الأدنى للاشتراك الشهري بك تقدر تعمله 150 دولار، 150 دولار بمؤشر واحد فقط كاشتراك شهري. تخيل يا أخي. كان معكم أخوكم الكينج آريوس، نتمنى أني وضحت الفكرة بشكل يعني كبير جدا يا إخواني. بناء البراند يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى لوجو قوي جدا، براند قوي جدا مثل انفينيتي الجو، ومن وراه لازم تكون أنت المهندس، أنت المبرمج، أنت المطور للفكرة تاعك. وهذا الأمر ما تقدرش تكتسبه من هنا ومن هنا، راح تكتسبه فقط من هذه الدورة التعليمية التي هي ب 400 دولار فقط يا إخواني. ب 400 دولار راح تكتسب مهارات يعني صدقني يا أخي ما كنتش تحلم بها نهائيا. اغتنم الفرصة وانضم إلى الدورة.